عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من الخلاصة. وكعادة كل حلقة من الخلاصة حابب أفكرك بإخواتنا في غزة، وإن وقف إطلاق النار موقفش أي انتهاكات في حق إخواتنا من قصف وقنص وتعذيب وتجويع، وان اللي ملوش عهد مع ربنا اكيد مش هيكون ليه عهد مع عباد الله. وحلقه النهارده برعايه موقع وينز اوف، موقع تقدر تشتري من عليه لايسنس لكتير من السوفت ويرز المختلفه سواء كانت للويندوز او للماك، وتقدر كمان تشتري من عليه ويندوز 11 مايكروسوفت اوفيس الجديد بخصم كويس جدا. كل اللي عليك تعمله ان اول حاجه تخش على لينك من اللينكات اللي تحت في الديسكربشن، تعمل اكونت خاص بيك على الموقع عشان تقدر ترجع لمشترياتك في اي وقت. بعد الاكونت ترجع من تاني للحاجه اللي انت محتاجها، وليكن مثلا ويندوز 11 برو، وهتضيفه في الكارت بتاعتك وتستخدم الكود ده MF52 لو انت هتشتري ويندوز. انما لو انت عاوز تشتري اوفيس حتى لو بنسخه 2024 هتكتب MF62. MF اختصار لمصطفى الفقي مش اي حاجه تانية، ويبقى خدت خصم فوري بقيمه نص السعر على اي حاجه من دول. وفي دقايق قليله وبخطوات بسيطه جدا بقى معاك نسخه اصليه تنسيك الكراك ومشاكل الكراك. مش يلا بينا؟ في خلال الكام سنه اللي فاتوا كان اتسرب كتير من الكلام عن نيه انفيديا انها تخش سوق البروسيسورز. مع الوقت ابتدت النيه دي تتاكد اكتر واكتر، ويكون فعل اكتر منه كلام، وابتدى الموضوع بالخطوه الاولى، هي نيه انفيديا الاستحواذ على شركه ARM او ارم. لكن هيئه التجاره الفيدراليه FTC وقفت لانفيديا بالمرصاد، وده عشان كون ان انفيديا هتمتلك شركه زي ارم هيخليها محتكره لتقنيات بيعتمد عليها المنافسين. فان كان ده حصل فعلا فصباع الشركات الاهم هيكون تحت ضرس انفيديا. فانتهت الصفقه بالفشل واحتفاظ شركه سوفت بانك بمبلغ مليار دولار وربع رسوم فسخ العقد، والشركه تم طرحها بعد كده للجمهور او ما يعرف بالاكتتاب العام. مع العلم ان انفيديا تعتبر واحد من اكبر الشركات اللي معاها رخصه استعمال تقنيات ارم لحد دلوقتي. بعد ما فشلت الخطوه الاولى نوعا ما، انفيديا ما تخلتش عن فكره دخول سوق البروسيسورز للكونسيومر. ولازم تفرق ما بين الانتربرايز والكونسيومر، لان انفيديا ليها ذراع في سوق الانتربرايز او سوق مراكز البيانات بنسخ الجريس CPU، لكن سوق الكمبيوتر اللي هو سوق المستخدم العادي زي وزيك كده ذراع انفيديا لسه ما وصلتلوش. فتروح انفيديا لشركه كتير يعرفها في سوق السمارت فونز وهي ميدياتك، عشان تكون هي شريك انفيديا في تقديم منتجها الجديد الN1. وعشان اكون دقيق في كلامي، الN1 ما هواش بروسيسور، وانما هي شريحه او SoC او سيستم اون تشيب. وزي ما شرحت من فتره كبيره ان هو ده المصطلح الادق والاصح. يعني الN1 والN1X هي SoC، الابل M سيريز اللي انفيديا بالتارجت تنافسها هي برضو SoC، السامسونج اكزينوس في تليفوناتها هي برضو SoC، وعندك طبعا كل منتجات كوالكوم اللي هي متمثله في شرايح سناب دراجون هي SoCs. الSoCs عشان تكون فاهم هي حاجه اكبر واعقد بكتير من مجرد البروسيسور، لانها بتحتوي على كل حاجه محتاجها عشان يكون عندك جهاز لابتوب او سمارت فون شغال. فيها الCPU، يعني الCPU هنا جزء منها، فيها الGPU، فيها الكونكشنز باختلاف انواعها، الGSM والواي فاي والبلوتوث، فيها الMPUs او وحدات الذكاء الاصطناعي، فيها السنسورز ووحدات معالجه الصوت، واحيانا الايمج بروسيسنج للكاميرا. فاما تقول سيستم اون تشيب او SoC او تقول شريحه، لكن تقول معالج او بروسيسور زي ما هو منتشر فانت بترتكب خطأ تقني كبير. المهم ان انفيديا بتخطط انها تنافس كل اللي فوق دولت بانها تقدم نسخ SoC بالتعاون مع ميدياتك. الشريحه هيكون فيها بروسيسور معتمد على معماريه ارم، بالتحديد الارم V8، وشريحه رسوميه بتعتمد على احدث معماريه من انفيديا البلاكويل. البروسيسور هيكون بعدد 20 نواه، معتمد طبعا على تصميم البيج ليتل كورز، متقسم ما بين كورتكس X925 ودي انويه الاداء وهيكون عددها 10، اما انويه الكفاءه اللي هيكون برضو عددها 10 هتكون الكورتكس A725. الجي بي يو هيكون بعدد 6144 نواة كودا، ومفيش فكره ان كان هيكون فيه انويه ذكاء اصطناعي وانويه تتبع اشعه ولا لا، بدعم الرامات توصل ل 128 جيجا من نوع LPDDR5X، ودي هتكون رامات البروسيسور والكارت في نفس ذات اللحظه. فالتوقع ان الرامات اللي هتكون في الاجهزه دي هتبدا من ارقام اعلى من 16 جيجا عشان تكون في مساحه لرامات الكارت وكمان مساحه للسيستم وللبروسيسور. ال 6144 نواه كودا في الجي بي يو نوعا ما يعتبر كتير شويه، على عكس ال 20 نواه في البروسيسور، لان حاجه زي ال 285 اتش كان جايب 16 نواه، وال 14900 اتش اكس قبله كان جايب 24 نواه. فالعدد في البروسيسورز مش صادم او مفاجئ، بالعكس شيء متوقع جدا. لكن ال 6144 نواه كودا فده نوعا ما كتير، لان ده لو انت ما تعرفش هو نفس العدد اللي بيجي في كارت او شريحه ال 5070 نسخه البي سي
مش اللابتوب، اللي بالمناسبه معتمده على نفس المعماريه. طبعا تقول لي هذا ما لم نسمع به من قبل يا عم فقي، او الحقيقه سمعنا به من قبل ولكن محدش بيركز. النسخه ال N1X اللي هتنزلها انفيديا في اجهزه اللابتوب كاول تواجد فعلي ليها لسوق الكونسيومر بتقدم نفس المواصفات اللي موجوده في الجي بي 10 سوبر تشيب، ودي شريحه متواجده من 2025 في اجهزه اسمها دي جي اكس سبارك. كنت فرجتك عليها في كومبيتكس اللي فات بس انت اللي مش مهتم. يعني الاجهزه موجوده وشغاله فعلا، وعلى حسب كلام جينسن اي حسين هونج انها فيري باورفول سيستم اون تشيب. ما قالش بروسيسور ولا معالج. الكلام ده بقى معناه ايه؟ ان انفيديا خلاص على وشك الاعلان عن الشريحه الجديده في خلال الشهور الجايه، لان على حسب احدث خطه من انفيديا الربع الاول اللي احنا فيه دلوقتي هيكون الاطلاق لشرايح ال N1. في الاول هيكون الشريحه الاعلى ال N1X، بعدها هيكون في 3 نسخ على الربع الثاني كده، وفي الغالب هتكون شرايح اقل، وعلى الربع الثالث من 2027 ان كان لينا عمر هنكون على موعد مع الجيل الجديد من شرايح انفيديا المركزيه ال N2. انفيديا زي ما انت شايف مش بتجرب، داخله السوق بكل قوتها باحدث معماريات عندها، ومش بتخطط ان الجيل ده يكون جس نبض او ترايل اند ايرور، يا تصيب يا تخيب. ده اوريدي بتفكر في الخطوه اللي بعد الجيل الاول. السؤال هنا رد فعل الشركات المنافسه هيكون ايه؟ الوضع في سوق البروسيسورز مؤخرا مايل ناحيه المعسكر الاحمر AMD، لان منافسها الازلي انتل وعدوها اللدود مش ساكت، ناوي ان شاء الله انه ينزل بجيل جديد باسم النوفا ليك او الكور الترا سيريس 4 او 400. لكن قبل ما نخش على الجيل ده تعرف ان انتل بتفكر انها تنزل ريفريش من الجيل الحالي او نسخ محدثه من الكور الترا سيريس 3 اللي هي ال 200 اللي احنا اوريدي بنستخدمها دلوقتي. من 6 ايام بس اتسرب بروسيسور جديد اعلى من ال 285K في المواصفات باسم كور الترا 290K بلس، والمفروض هيكون في حاجه زي الالترا 7 270K بلس والالترا 5 250K، وانه على حسب التسريبات هيقدموا اداء افضل من نسخ الدفعه الاولى بنسبه توصل ل 10%. ومن يومين 3 نزل تقرير كان فعلا بيأكد ان كان في تحديث كان هينزل للجيل الحالي المعتمد على سوكت ال LGA 1851 وشرايح ال 800، ولكن اتلغى لان ببساطه لا جديد تحت الشمس. بمعنى ان انتل هتتفادى المره دي انها تعمل الحركه القذره بتاعت كل جيل وتنزل جيل محدث كل الجديد فيه هو انه بيقدم تردد اعلى. تردد اعلى مش هيمثل نقله كبيره لان الانويه لا زالت هي بنفس العدد، حتى مفيش نيه لاضافه انويه لو باور مثلا. فبدل ما يحصل اوفرلاب احنا نهد المشروع كله عشان نركز في اللي جاي النوفا ليك. وبكده تعتبر اول مره من سنين كتيره فشخ انتل ما تعملش اقذر حركه ليها وانها تنزل جيلين على نفس المنصه، وفي نفس الوقت مش شيء حلو ان المنصه ما كملتش معانا كتير. طبعا الموضوع ما هوش اوفرلاب ولا حاجه، بس هم ما عندهمش حاجه يقدموها، خصوصا ان التفضيل دلوقتي رايح ناحيه AMD، مع ان البروسيسورز الالترا 5 والالترا 7 تعتبر قيمه مقابل سعر لو انت بتدور على شغل اكتر من جيمنج. الجيل اللي جاي هيكون بيعتمد على سوكت جديد تماما ال LGA 1954، وطبعا سلسله شرايح جديده في الغالب هتكون ال 900 سيريز. الجيل الجديد متوقع انه يقدم تغييرات جذريه بحيث انها تقدم اداء يقارن ببروسيسورز AMD في الفئات العليا. يعني في الغالب كده واحد من اهم التغييرات اللي تم تسريبها ان عدد الانويه هيتضرب في 2. يعني لو اعلى بروسيسور هيكون مثلا الكور الترا 9 485K او 385K فهيكون بعدد 16 نواة اداء و32 نواة كفاءة. ده بالظبط الضعف في عدد الانوية اللي بيقدموا ال 285K. من ضمن التغييرات برضو الاي جي بي اللي هيكون معتمد على معمارية سيليستيال الجديدة عشان تنافس AMD في سوق الاي بي يو، خصوصا بعد ما اعلنوا في CES من كام اسبوع عن اداء شريحة البي 390 المدمجة مع بروسيسور الكور الترا X9 388H، واللي قدمت اداء احسن من نظيره الراديون 890M اللي موجود في الرايزن AI 9HX 370 بنسبة توصل ل 73%. والأهم من ده كله هو محاولة العودة للصدارة كأحسن اختيار للاعبين، فإنها تقدم ميزة مشابهة لل 3D Vertical Cache بتاعت AMD باسم ال PLLC أو ال Big Last Level Cache. مفيش فكرة هي هتشتغل ازاي، ولكن هتكون قريبة من نفس فكرة ال 3D Vertical Cache. ويقال إن البروسيسورز اللي هتيجي بالتقنية دي هتكون نسخ خاصة، ففي الغالب كده مش هيكون في تعميم على كل البروسيسورز في البداية. وطبعا وللأسف
مفيش هايبر ثريدنج في الجيل الجديد، على عكس ما كان المدير التنفيذي صرح قبل كده انه بيطمح ان الهايبر ثريدنج يرجع من تاني، ولكن من الواضح ان الشركه ليها حسابات تانية، فقررت انها تعوض ده بانويه اكتر وانويه اجدد تقدم معدل اي بي سي اكتر. اي ام دي بقى تخبي وشها وتسكت؟ لا، هي كمان ناويه تنزل الجيل الجديد بتاعها المعتمد على معماريه الزن 6. المعماريه الجديده يقال انها هتعتمد على دقه تصنيع 2 نانومتر، وده هيسمح بان السي سي دي الواحده او شرايح الانويه تستحوذ على عدد اكبر من الترانزستور، اللي هيترجم بعد كده لانويه اكتر يوصل عددها في السي سي دي الواحده ل 12 نواه، لان لحد الجيل اللي فات اقصى عدد انويه بتشيله السي سي دي الواحده هو 8 انويه، والموضوع ده فضلنا عليه فتره طويله، يمكن من اول ما طلع اول بروسيسور 16 نواه للكونسيومر. عشان تكون فاهم، بروسيسور زي 9950 اكس مثلا بيجي ب 2 سي سي دي، كل واحده فيهم فيها 8 انويه عشان يبقى التوتال 16 نواه. ايا كان البروسيسور الجديد اللي هيستبدل ال 9950 اسما هيكون برضه ب 2 سي سي دي، كل واحده فيها 12 نواه، يعني في النهايه التوتال هيكون 24 نواه لاعلى بروسيسور لسوق الكونسيومر من اي ام دي. تحس انه اقل من انتل، لكن ما تنساش هنا حاجه مهمه جدا، ان اي ام دي على عكس انتل مش هتستغنى عن الاس ام تي او السيميولتينيوس مالتي ثريدنج، فهنا النواه الواحده هتتصرف على انها 2 لوجيكال بروسيسور. فانتل هتقدم بروسيسور 16 نواه اداء و32 نواه كفاءه، فيديك التوتال في النهايه 48 نواه، وهم ال 48 ثريد، انما اي ام دي هتديك 24 نواه 48 ثريد. اللعبه هيكون على معدل الاي بي سي، ولحد دلوقتي اي ام دي في اخر جيل متقدمه في النقطه دي، بالاخص في الرايزن 9 9950 اكس مقارنه بال 285 كي. وكالعاده مش مكيفني من اي ام دي غير نقطه واحده بس، انها برغم التطور اللي هتقدمه على حسب التسريبات في الجيل الجديد، هي هتفضل على وعدها مع المستخدم في ان سوكت اي ام 5 هيدعم الجيل الجديد منها. يعني لو انت معاك بورده زي البي 650 مثلا اللي نزلت في 2022 ودايره الطاقه بتاعتها تسمح انها تهندل بروسيسور زي ده، كل اللي هتعمله انك تشتري البروسيسور الجديد وتحدث البايوس وشكرا على كده. دي نقطه انت لحد دلوقتي فشلت انها تحققها او تفكر فيها، وديك شايف الاي ام 4 اللي نزل في 2017 لحد وقت قريب كان نزل له بروسيسورز جديده، يعني من 2017 لحد 2025 8 سنين في الخدمه بدون تقصير او تحجيم في الاداء. طبعا كل اللي انا لسه قايله في منه تصريحات وتسريبات وتكهنات، مفيش فكره عن الاسعار، مفيش فكره عن مواعيد الاطلاق لسه، بعد الاقاويل المنتشره بتقول ان الاعلان عن الاجيال الجديده سواء في انتل او اي ام دي هيكون خلال معرض كومبيتكس اللي جاي. بس الاكيد ان سنه 2026 بعيدا عن مشكله الرامات والوضع اللي ملوش ملامح هيكون في صدام كبير بين شركات كتير جدا. عشان كده ما تنساش تشترك في القناه، تفعل جرس الاشعارات، لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، وان شاء الله اشوفك في حلقه جايه من الخلاصه.